مشكلتي بركز على الوحش بس مش بفتكر الحلو. وانا شايفه ان ملهاش علاقه، لاني بكون زعلانه وبفكر اتطلق بس هاخد اللقب وانا انسى. عشان نكون صراحه، الشخص اللي بيركز على الوحش بس باستمرار بيكون نتيجه ان هو عايش باستمرار في مشاعر الخوف، ولدرجه ان مشاعر الخوف بقت جزء طبيعي هو متعايش معاه. انت بقيتي متعايشه مع مشاعر الخوف بشكل مستمر. فالنتيجه انه علشان مشاعر الخوف تفضلي محافظه عليها، ايه اللي بتعمليه؟ ان انت تدوري على المشاكل اللي موجوده في الدنيا، ولو مش موجوده دلوقتي بتفكري نفسك في المشاكل اللي حصلت قبل كده، عشان تحافظي على مشاعر الخوف اللي جواكي دي انها تفضل موجوده بشكل منطقي بالنسبه لك. لان انت ما ينفعش تعيشي مشاعر مش ملهاش منطق. انت محتاجه تكون منطقيه. فالنتيجه ايه بقى؟ النتيجه ان انت مش هتعرفي تعيشي مع ايا كان البني ادم، ايا كان مين. لانه مفيش حد كامل، مفيش حد ما بيغلطش، مفيش مشاكل ما بتحصلش في الدنيا. وبالتالي حطيها قاعده: اللي هتركزي عليه هيزيد. جربي تركزي على الحلو، هتلاقي ان هو بيزيد. تحبي تتبسطي في حياتك،